السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكون أحوالكم كلها على خير. هو فيديو جديد مالي بالحيل والتدابير وكذلك الوصفات السهلة والاقتصادية. كل شيء هادشي غتشوفوه معايا إن شاء الله في هذا الفيديو، فما عليكم إلا تتبعوه من الأول حتى الآخر. وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة وعجبكم المحتوى اللي كنقدم فما تبخلوش عليا باشتراككم في القناة ديالي. ألف مرحبا بكم، وكذلك فعلوا جرس التنبيهات باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات. وما تنساوش تخلوا لي واحد اللايك وتعليق زوين من عندكم باش تشجعوني على المزيد ان شاء الله. ويلا نبداو على بركة الله. إلا كنتو بحالي كتوجدوا مجموعة من الوصفات بكمية كبيرة هكذا في آخر الأسبوع، فمن بين التحضيرات اللي كندير كنحضر كمية كبيرة ديال البغرير، وغادي نشارك معكم الطريقة كيفاش تحتفظوا به في المجمد ويبقى لكم مزيان، لأن البغرير معروف عليه أنه إلى غير طول وواحد شوية كيبدا كيتفرتت وما كيبقاش زوين. بالمناسبة هاد البغرير راه ديجا حطاه معكم، ما فيش نهائيا الدقيق الابيض، وكذلك ما فيهش حتى خميره الحلويات، شي حاجه اللي صحيه وزوينه. فباش تحتفظوا على البغرير ديالكم ان فوا طيبوه يبرد، خذوا زيت الزيتون وبداو دهنوه الوجه ديالو بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، ولكن ضروري يكون يعني برد، ما يبقاش سخون باش ما يتعجنش لكم. صافي كنبدا ندهن ليه الوجه ديالو بهذه الطريقه هذه. كندير وحده على وحده وكنجمع الكميه اللي غادي نحتاج في بلاستيكات، يعني كنقسم العدد اللي بغيت كنجبدو مره واحده فديريكتومون كنديرهم في المجمد. ووقت ما بغيت البغرير كنجبدو كنخليه يدي كونجلا على خاطرو، ومن بعد كنسخنو في المقله. فراه صدقوني كيجي كانكم يلاه طيبتوه، ما كيتفرتش وكيبقى المذاق ديالو رائع. التدبيره المواليه كتخص البيض. دائما بقاو ديروا هاد التدبيره هذه، قطرات من الخل مع البيض فاش كيتسلق. هاد الطريقه هذه حتى الا كانت شي بيضه مشقوقه ما كيخرجش الداخل ديالها ولا المحتوى ديالها وهي كتسلق. الا كنتم من عشاق اللوبيا وكانت كضركم في المعده او المصارن، دائما واحد الورقه ديال الرند ديروها مع لاصوص ديال اللوبيا، هكذا ما غاديش تنفخ لكم المصارن نهائيا. بعض المرات كيشد لكم الحليب وكدوز المده ديال الصلاحيه ديالو، فقبل ما ترميوه ممكن انكم تستافدوا منه. يجر لكم الروائح او يشفط لكم الروائح اللي ما كتكونش مزيانه، سواء في البلاكار كتكون فيه ريحه ديال الغموله او ريحه الرطوبه. ديروه في كويس وخليوه في البلاكار ديالكم ليله كامله، غادي تلقاو انه شفط الروائح كاملين اللي تيكونوا تما. كذلك ممكن ديروها التدبيره هذه حتى الثلاجه الا كانت عندكم فيها ريحه ماشي زوينه، او لا درتو فيها شي حاجه ديال الماكله تلقات فيها الريحه. الهاشوار، البلندر او الميكسور كلهم ادوات كهربائيه كنستعملوها بزاف في المطبخ ديالنا. كيتعرضوا انهم كيتحفى لهم الشفره ديالهم. فباش ترجعوا ان البلندر ديالكم او الميكسور يرجع كانه جديد، يعني يرجع ماضي، ديروا هاد التدبيره هذه وتفكروني. جمعوا القشور ديال البيض، غسلوهم بالماء والخل باش ما تبقاش فيهم الزفوره طبعا، وخذوهم وديروهم في الخلاط ديالكم. هاد التدبيره تقدروا ديروها للخلاط، الهاشواق، وحتى الميكسور بلونجون. زيدوا كميه قليله ديال الماء، ما تكثروش الماء، غير اللي غادي يخلي ان الروبو ديالكم او الخلاط ديالكم يقدر يدور. وطحنوهم مزيان مزيان. فهاد القشور هادو ديال البيض غادي يخليو الشفرات يتشحدوا ويرجعوا ماضيين. بالنسبه للناس اللي عندهم روبو يعني قديم، فممكن انكم تجربوا هذه التدبيره اكثر من مره، يعني جربوها المره الاولى وعاودوا وعاودوا جوج ثلاثه ديال المرات باش انها تعطيكم نتيجه اللي هي مزيانه. زائد ضروري ما تغسلوا الروبو ديالكم او الخلاط ديالكم مزيان باش ما يبقاوش فيه البقايا ديال القشور ديال البيض، وهكا يعني يتخلطوا لكم مع الاكل ديالكم. بالنسبه لهذا الخلاط هذا كيف ما شفتوا كيتفتح من التحت، ففتحته باش نتاكد انه تنقى مزيان مزيان. ونمروا للتدبيره المواليه اللي كتخص السكاكين اللي كنستعملوهم بطريقه يوميه. كيتعرضوا انهم كيحفاو، فباش انكم ترجعوهم ماضيين وكيقطعوا مزيان، خصوصا الا كانوا سكاكين يعني خديتهم بثمن غالي، فخذوا غير الجيكس الغليظ بحال هذا، وخذوا قراصه او لا مقبض ديال النشير بهذه الطريقه هذه، تبتوه كيف ما موضح في الفيديو. وديروا هذه الحركه هذه، راكم غادي تشحدوا هذاك السكين من الجهتين وغادي يرجع كيقطع مزيان وماضي. ما تحتاجوش انكم تشريو اداه اللي كتمضي الماس. بهذه الطريقه هذه غادي تمضيوه بكل سهوله، غادي يرجع كيقطع مزيان مزيان. جربوها وردوا عليا الخبر.
وفي اطار الوصفات السهله الاقتصاديه والسريعه في هذه الاجواء هذه ديال الصيف كنحتاجوا يعني هكذا دي كيك يكونوا دغيا دغيا كيوجدوا. هنا غنقترح عليكم واحد الكيكه كتوجد غير في المقلاة السهله وواحد المذاق رائع. خديت هنا واحد الحبه ديال السيترون اللي حكيت القشره ديالها الرقيقه، واحد رشه الملحه، نص كاس ديال السكر، وكنخلطهم مع بعضهم باش كنخرج ديك النكهه ديال الحامض. زدت حبه وحده ديال البيض، 4 كاس ديال الزيت، ونخلطهم مع بعضهم مزيان حتى كينسجموا. هذيك الحامضه غادي ناخذ العصير ديالها، وغادي نحتاج كاس ديال الماء يكون دافي من الافضل. وبالنسبه للخميره غادي نحتاج كيس واحد، والدقيق تقريبا واحد الكاس ونص، وكيبقى على حسب نوعيه ديال الدقيق وعلى حسب الخليط ديالكم. فكتضيفوا حتى كتحصلوا على القوام ديال الكيك، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش في نفس الوقت خفيف بزاف. غادي نوريكم القوام ديالو كيفاش خاصو يجيكم. فانا هنايا اكتفيت بكاس ونص ديال الدقيق. خديت مقلاة تكون غير لاصقه، دهنتها بالزيت ورشيتها بالدقيق وفرغت فيها الخليط، وغادي نديرها على البوطه على نار تكون مهيله. ضروري من هذه المساله هذه النار كنأكد انها تكون مهيله، وتقابلوها دغيا دغيا كطيب. هاد الكيكه هذه ما كتاخذش الوقت نهائيا. هنايا غادي نغطيها ضروري بواحد الغطاء. الا ما عندكمش غطاء ديال المقلاة فتقدروا تغطيوها غير بصحن حتى كتنشف تماما من الفوق وكتبدا كتحيد معكم بهذه الطريقه. فانا صراحه سهيت عليها وخليتها حتى تشوطات ليا من الجهه التحتانيه. ضروري كيف ما قلت لكم وكنأكد عليكم تبقاو حداها حيت دغيا دغيا كطيب. راها ما كتلصقش نهائيا، ولكن خاصكم تحدوها باش ما تشوطش لكم. كيف ما شفتوا هنايا تحمرات كتار من القياس. قلبتها على الجهه الاخرى وغادي نرجعها غير 2 دقائق بين ما كتنشف هذيك الجهه الاخرى. هنايا غادي نحضر واحد لاصوص اللي ساهله. درت كاس ديال الحليب، معلقه ديال السكر، وغادي نجرب هاد لا كريم باتيسيير بالمذاق ديال الشوكولا لاول مره، ونعطيكم الراي ديالي فيها بالنسبه للناس اللي كيشوفوها وما عمرهم ما جربوها. فغادي نعطيكم الراي ديالي باش تعرفوا واش مزيانه ولا لا. هنايا ما خليتهاش بزاف لان ديجا تحمرات من الجهه الاخرى، فباش ما تجينيش قاصحه اكتفيت انني غير خليتها غير واحد شويه صافي. اما لا طيبتوها الطياب ديالها المزيان راه غادي تحمر لكم حتى هاد الجهه هذه. صافي هنا لاصوص من بعد ما قعدت غادي نديرها هكذا نطالي بها الكيكه ديالي. فبالنسبه لهاد لا كريم باتيسير اللي بالمذاق ديال الشوكولا بصراحه ما عجبتنيش نهائيا. ما غاديش نعاود ناخذها لان المذاق ديال الشوكولا فيها قليل باهت بزاف، زائد انها ملي كتبرد كتولي بحال الا ترونسبارونت وكيولي المنظر ديالها ماشي زوين بزاف. يعني خاص الكيكه تكالفو يعني في نهارها ماشي تخليوها تبات مثلا. زائد انه ديك لا كريم الملمس ديالها بحال الا لذيذ بزاف ولا ما عرفتش. المهم انا ما عجبتنيش هاد لا كريم باتيسير نهائيا. يعني من الاحسن انكم تاخذوا لا كريم باتيسير العاديه، ولا بغيتوا لوغو ديال الشوكولا زيدوا عليها الكاكاو، وهكذا غادي تجيكم المذاق ديالها احسن بطبيعه الحال من هذه اللي كتكون واجده. صافي هنا اطاليتها مزيان ودرت لها الديكور هذا بالملعقه. فهاد الكيك هذا ساهل دغيا كيوجد. الناس اللي ما عندهمش فرن تقدروا انكم توجدوه غير في المقلاة، كيوجد دغيا وكتجي هشيشه بزاف، ولكن قابلوها يعني بقاو حداها حيت دغيا دغيا كطيب. هادشي اللي غادي نوصيكم عليه. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم كالعاده. الا وصلتوا حتى لهنايا وباقي ما اشتركتوش في القناه اولا كنتم مشتركين وما خليتوش لي واحد لايك باش تشجعوني، فانا فكرتكم. وشكرا لكم بزاف من القلب على الدعم والتشجيع ديالكم المتواصل. هذا هو المحرك اللي كيخليني صراحه نبقى مستمره معاكم ونحاول انني نقدم لكم حيال ووصفات تكون في المستوى. فشكرا لكم مرة أخرى وخليكم على خير إلى فيديو قادم إن شاء الله. بسلامة.